السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. معلش اتأخرت عليكم شوية بس عشان خاطر كان عندي ظروف كده وانا قلت لكم الفيديو اللي فات. طيب انا دلوقتي في ناس بتيجي تقول لي احمد انا عايز اعمل عملية زراعة شعر طبيعي. تمام. طيب انا اول حاجة لازم عشان خاطر اخد القرار ده لازم اكون جاهز للقرار ده. جاهز ازاي؟ جاهز معنويا، لان طبعا الحالة النفسية ليك قبل ما تدخل العملية وبعد ما تخرج من العملية تبقى ظروفك كويسة جدا ورايق كده وما فيكش اي حاجة ولا اي مشاكل ولا تحط اي حاجة في دماغك، لان دي حاجة مهمة جدا 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 وكلنا عارفين كده ان حالتك النفسية مهمة جدا. تاني حاجة بتبقى انت بتعمل التحاليل بتاعتك والتحاليل بتاعتك بتبقى كويسة، ما فيهاش اي حاجة ولا سيولة عالية ولا بتبقى عندك اي مرض طبعا يمنعنا ان احنا نعمل لك العملية. تالت حاجة بتبقى الحالة المادية. الحالة المادية دي مهمة جدا. يعني انت بتبقى انتوا عارف زي ما انتوا عارفين ان عمليات زراعة الشعر دلوقتي بقت في المتناول. يعني انا وانت واي حد ممكن يقدر يعملها دلوقتي، لان في التقنيات كترت جدا والاجهزة ما فيش اسهل منها بتتجاب. بس هي النقطة بتاعت التيم او الناس، الدكتور اللي هيبقى معاك في العملية لازم يكون انت واثق فيه جدا. وانا عامة يعني الحمد لله لما رحت كنت واثق في الناس جدا اللي انا اشتغلت معاهم. دي حاجات مهمة جدا قبل خضوعك لعملية زراعة الشعر الطبيعي. طيب الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده والحاجات اللي احنا دايما بنحذر منها، يا جماعة خلوا بالكم الوصفات والحاجات دي كلها مش بتجيب نتيجة قبل الزراعة أو بعد الزراعة. لازم تكون زارع شعر عشان خاطر بعد كده تعرف تستخدم اللي انت عايزه. أنا بالنسبة لي ما بستخدمش غير حاجتين. أول حاجة انتوا عارفينها البنتوجار اللي هو الشريط أبو تقريبا دلوقتي عامل 15 جنيه مع الزيادة دي، لأن هو بيتباع ب15 جنيه البنتوجار انتوا عارفينه مع الحقن. بس هو دلوقتي خلصان، يعني اخر حاجة انا خدتها قبل بعد الغدا بنص ساعة فخلص. فهو ده اللي انا بستخدمه مع البلازما الBRB اللي فيها فيتامينات. طيب ده امتى بستخدمه وبوقفه؟ انا بستخدم اي فيتامين عامة غير البنتوجار او البيوتين ال10 آلاف. انا بستخدمه لمدة 3 شهور وبرجع اوقفه شهر وبعد كده برجع له تاني لو انا حابب. يعني ليه بعمل كده؟ ان ده بيبقى عشان ضغط الفيتامينات كلنا عارفين ان هي بتبقى كترها غلط على الكلى. فعشان خاطر ما نبقاش احنا بنضر حاجة في اي عضو من اعضاء جسمنا لازم نوقفه شهر وبعد كده بنرجع له تاني مع البلازما الBRB. طيب بالنسبة للاستخدامات التانية، اي زيوت او اي حاجة، انا قلت قبل كده انا هجيب ان شاء الله، انا بوصل لزيوت كويسة جدا من حد معرفة كده. زيت الصبار لتقوية الشعر، صبار او زيت زيتون. زيت زيتون مش عشان خاطر يطلع لنا شعر، لا عشان خاطر يقوي الشعرة الموجودة عندك يعني. تمام، من غير بقى زراعة ومن غير اي حاجة او بعد زراعة عادي. انا ممكن استخدم زيوت طبيعية، بس الزيوت الطبيعية دي مش بتطلع شعر زي ما الناس بتقعد تقول ده بتطلع ومش عارف ايه وبتنبت بيبهروا الكلام ده. طيب انا بقالي قد ايه دلوقتي؟ انا بقالي سنة و7 شهور او سنة و6 شهور بالظبط على العملية. ان شاء الله شهر 7 الجاي هبقى تامم السنتين على العملية ان شاء الله بإذن الله. يا جماعة الناس اللي تطلع بتقول ان في منتجات بتطلع شعر، دي كلها ناس بتكذب. دي كلها ناس بتعمل دعاية لمنتجات وهمية ما بتطلعش شعر. زي ما احنا متفقين مفيش حاجة بتطلع شعر غير زراعة الشعر الطبيعي. ولو انت فضلت تستخدم منتجات من هنا لغاية لما تصرف دم قلبك مفيش حاجة هتجيب معاك نتيجة خالص غير زراعة الشعر الطبيعي. وانا قلت بالتقنيات الممتازة اللي انت بتروح تثق في ناس او دكاترة معينين بتثق فيهم، دول بتقعد تحت ايديهم وبتعمل العملية ان شاء الله تبقى ناجحة مع الفيتامينات. اذا كان انت شوف كل واحد بيبقى الفيتامين بتاعه ايه واللي بيرتاح عليه. انا بالنسبة لي بنتوجار يعني بيبقى بطيء شوية بس بيديني النتيجة اللي انا عايزها في الاخر مع البلازما الBRB. طبعا دي ممتازة جدا لو انت بتجيبها الالماني مش الصيني. خلوا بالكم عشان خاطر الصيني بتبقى مش حلوة وبتبقى مش يعني ما بتعملش اي حاجة.